تمثال الحرية في باريس، لو جينا بصينا له كده هنلاقيه صغير شوية، أصغر من التمثال اللي موجود في نيويورك. تمثال الحرية في باريس ده يعتبر تأثر مصري قديم، لأن المهندس اللي عمل أو المصمم اللي عمل تمثال الحرية في باريس تأثر كتير جدا بالفن الكلاسيكي المصري القديم، وعمله بيحاكي آه، تماثيل زي أبو الهول وتماثيل مصرية قديمة. وليه قصة التمثال ده مع الحضارة المصرية القديمة. طبعا فريدريك أوجوست لما زار مصر 1855 1865 تأثر كتير قوي بالفن المصري، وحب يعمل تمثال على مدخل قناة السويس لسيدة فلاحة شايلة إناء مية كأنه بيحمل الخير، وحتى أطلق عليه اسم تحمل الخير إلى آسيا. طبعا المشروع ما كملش نقص التمويل، بس الفكرة ظلت عالقة في ذهن فريدريك أوجوست، وجه طبق بعض من الأفكار اللي استشفها من مصر القديمة هنا في تمثال الحرية في باريس. الحرية في باريس لو جينا بصينا له كده هنلاقيه صغير شوية، أصغر من التمثال اللي موجود في نيويورك. ده حوالي 11 متر ونص، التاني حوالي 93 متر. طبعا ده منحة من الدولة الفرنسية تكريما للاستقلال الأمريكي. ولو بصينا على التمثال هنا هنلاقي ان هو بيحمل في ايده اليمين تاريخ مكتوب عليها، لوحة مكتوب عليها تاريخ استقلال امريكا. والقرون اللي موجودة السبع قرون اللي موجودة في تمثال الحرية في باريس ده ترمز للسبع بحار او السبع قارات. طبعا التمثال لو شفناه من قريب، انا مصوره من قريب، هنلاقي فيه ملمح فني جميل جدا.